24 ساعة قبل العملية. هي كلها هيك، هي كلها بدها ترميم. الأول بتعقم البتاعة دي. ده شعري حاليا، المكان اللي هيتزرع فيه والمكان اللي هيتاخد منه الشعر حوالي 8 مرات. أنا عدى على شعري سنة بالظبط. دي نتيجة العملية. أنا هزرع 4500 شعراية. دلوقتي أنا خلصت العملية والمفروض بقى إيه بيغلفوا الجثة يعني. الأسعار بتبدأ عندهم. مش الوقت بتاعي خالص، ولكن انا عندي طياره الساعه 7، يعني لازم اكون في المطار على الاقل 5:30. كوكو بس راح توصلني، بس كوكو مش مسافره معايا. صباح الخير. جايين لكم يا تراكوة. اسلام وصل، نتكل على الله. صح، جايين لكم يا تراكوة. خلصنا الشنط في السريع طبعا عشان معانا المرشد السياحي بتاع المطار بتاع انجازات. وقت البوردنج حالا. المفروض الطياره بعد بالظبط 25 دقيقه تطلع المفروض يعني. في ناس قرع كتير قوي رايحين على تركيا. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ مستنيين العربيه دلوقتي علشان تيجي تاخدنا ونطلع على المستشفى او المركز بتاع إليت هير. شو ما فين. اوكي، القصه باختصار، انا بقالي تقريبا حوالي سنه بيجيلي عروض ان انا اجي تركيا وان انا ازرع شعر، ولكن انا العروض ديت يعني رفضتها كلها. عدت الايام وخلاص قررت ان انا مش عايز ازرع شعر، لان زي ما قلت لكم كان عندي الخفافان هنا بس. ولكن العرض اللي جالي من مكان كان انترستنج شويه، مثير للاهتمام، لان لقيت المكان دوت اولا هو اكبر مركز لزراعه الشعر في تركيا. عندهم فرع في فرانكفورت في المانيا. عندكم مركز كمان في فرانكفورت؟ لا، عندنا 6 بألمانيا، 6 واحد بفيينا، عندنا هامبورغ، برلين، فرانكفورت، تمام، ميونخ، شتوتغارت، عفوا دوسلدورف. دوسلدورف تقريبا في كل حته في المانيا. طبعا المركز الرئيسي في تركيا. انا دلوقتي استلمت الغرفه وعملوا لي البند ده. فهو اهم حاجه طبعا في زراعه الشعر المكانه او السمعه بتاعه المكان، طبعا ده رقم واحد. حاجه رقم 2 والاهم اللي كله بيخاف منها هي الحقنه او التخدير بتاع العمليه. علشان كده انا كنت فضولي شويه وعايز اجرب الموضوع ده. السديشن هدفها منها انه انا اعطي بعض الادويه التخدير عبر الوريد في خلال من 10 ل 20 دقيقه. المريض يكون شوي عم يطير فوق الغيوم. بهالاثناء ايش بعمل له؟ بعمل له تخدير موضعي بابر كثير صغيره في المنطقه المانحه ومنطقه الزراعه مشان ما يحس بوخزات الابر هدول. فانا دلوقتي في اسطنبول لمده 5 ايام، طبعا هم متكلفين بكل حاجه وانا هصور الرحله كامله. طيب انا دلوقتي طالع على تحليل الدم. Eğer burada varsa buradaki koltuğu almam gerekir. هي ما مبين عندك الوريد انت مزبوط؟ شيلته انا قبل ما اجي. اصل انا الدراع ده اكبر من ده عشان التنس. ليه يلا؟ عينه الدم اتاخدت وبعد كده في رسم قلب وبعد كده بقى هناكل عشان احنا ما كلناش حاجه. ايه احساسك وانت نايم؟ كل ده عشان القرعه. ما ابويا كان اقرع وزي الفل والله. رسم القلب الحمد لله خلص. طول شويه بس عشان قلبي كبير زي ما قلت لكم. يلا اشوفكم بكره. سلام عليكم. حاجه واحده بس اخيره لازم اعملها قبل العمليه الصبح. البتاع ده المفروض مره 7 ايام قبل العمليه ومره 24 ساعه قبل العمليه. الاول بتعقم البتاعه دي. بتعمل بيها ايه بقى؟ تقريبا يعني المكان اللي هيتزرع فيه والمكان اللي هيتاخد منه الشعر حوالي 8 مرات. يعني انا هعمل كده، ادي مره 2 او 3 8. هي الفكره ان السنون دي بتفتح المسام، وبعد كده بحط السائل اللي هم باعتينه معانا ده عشان يخش جوه المسام. ده بيساعد يعني للعمليه عشان المكان ياخد من الشعر. النهارده ان شاء الله يوم العمليه. خطوه رقم 1 في العمليه ان انت تصلي ركعتين قبل ما تبدا العمليه. خطوه رقم 2 ان انت تلبس حاجه مريحه، لان المفروض بعد العمليه الدماغ هتبقى متغطيه بشاش من هنا كده، فانت لازم تلبس حاجه تكون سهله في القلع واللبس. فده تيشيرت قميص يعني بزراير، يعني اقدر افتحه واقفله. الساعه دلوقتي ده توقيت المانيا 6:15 8:30. المفروض هنزل الدور الثاني تحت. انا صايم دلوقتي، يعني اخر حاجه اكلتها كانت الساعه 11 بالليل. هو المفروض 8 ساعات تكون صايم قبلها. الحقن اللي الواحد بياخدها في دماغه التخدير الموضعي وهم بيزرعوا لك كله طبعا كان بيوصف الحقنه انها بتحرق، يعني الماده بتحرق والشك ومش عارف ايه. انه انا اعطي بعض الادويه التخدير عبر الوريد مشان ما يحس بوخزات الابر هدول. فانا النهارده هجرب موضوع النوم لمده ربع ساعه، لانه اساسا عم بنعمل من قبل اخصائيين في التخدير. يعني الزلمه عامل 6 سنين طب بشري و5 سنين تخدير ونقش. لا السكري، كوليسترول، أزمة قلبية سابقة،
اسمع عاطفية سادة. ولكن المنطقة المزروعة ممنوع نلمسها، ممنوع ننام عليها. هي الفترة اللي هي بين 10 ل 13 يوم. احساسك ايه يا عم كريم؟ الراجل احساسك ايه؟ كمية تعليمات كتير أوي. المهم بعد التعليمات دي دلوقتي وقت المعاينة. Hastamızda bir saç analizi yapacağız. هنسوي لك تحليل بيانات للشعر. هنا هون كده. هلا بنرفع راسنا شوي لو سمحت. هذا الجهاز بيعطينا أول شيء نسب تخن الشعر عند حضرتك. من البصيلة شعرة واحدة أو شعرتين أو 3، وكمان النسب المئوية. يعني هي هون المنطقة هي غير محتاجة للزراعة لأن التساقط فيها بنسبة 20-25%. وفي طريقة نحافظ بيها على الشعر إنه ما في يتصيبش. أكيد طبعا. هلا طرق العناية رح نتكلم عنها. إضافة إلى إنه هي المنطقة هي كلها لهون، هي كلها هيك، هي كلها بدها ترميم. هي القسم هون في شعر قوي. بالخط الأمامي نحن بنعتبره فارغ مشان يوم من الأيام ما يصير في فراغ. طيب هلا ممكن نرفع الحواجب. نرفع الحواجب مشان نحدد الخط الطبيعي الفاصل بين عضلة الجبين وفروة الرأس. طب سؤال بسيط يا دكتور، هو مش يعني الخط ده كده فوق الشعر؟ احنا في عنا لسه، نحن في عنا زيجزاك رح نعمله. هي مسافة الزيجزاك، يعني انت الزيجزاك اللي رح اعمل لك اياه رح يوصل مع هدول الشعرات. يعني مشان يعطي مظهر طبيعي بنحط بصيلات ناعمة احادية تحت خط الشعر 2-3 مللي، بنكسر الخط مشان يعطي مظهر طبيعي. دلوقتي هنخش على المرحلة اللي قبل العملية، الحلاقة. حلقنا الحلاقة المفضلة. انا هزرع 4500 شعرايه، بقى 2500 لما الشعر اللي ورا دوت يبدا يتساقط شويه نزرعهم. ممكن ياخد شويه من الدقن، يعني ياخدوا من اي حته. اللي هيحصل دلوقتي ان كريم هيدوخ. في عم الشرح كويس يا كيمو؟ مش حاسس باي شيء صح؟ لا يدوبي انا نمت 10 دقايق بس. مستريح مبسوط؟ الجزء الاول من العمليه خلص. طبعا التخدير انا ما حسيتش باي حاجه، كل اللي نمته 10 دقايق. سالتهم طبعا نمت قد ايه، خدوا تقريبا 4700 شعرايه. المفروض كنت هعمل 4500. ده شكل الشعر، ده المفروض الشعر. ودلوقتي بقى الزرع بالظبط ايه في الخطوط اللي باينه دي. هبدا دلوقتي الجزء الثاني. كيمو يا عم اسلام، طمنا عليك يا حبيبي. زي الفل يا حبيبي. طمنا عليك يا زي كيمو. الفل يا حبيبي. ايه حاسس بحاجه؟ مفيش اي احساس ولا الم ولا مجرد بس ان في حد حط ايده عليك. حتى بالظبط، بس كأن حد شغال في لوح خشب. مثل النسيج مخاط، عم تفهم علي؟ بدقة، باحترافية رهيبة، بشكل متجانس جدا، ما في مكان أكثر من مكان. دلوقتي في الفاينل لحظة، المرحلة الأخيرة لزراعة الشعر. آخر كام شعراية بيعملهم الدكتور. صراحة المرحلة الكاملة 4 ساعات زرع، مفيش نقطة ألم ولا واحدة خالص. دلوقتي أنا خلصت العملية والمفروض بقى إيه بيغلفوا الجثة يعني. دي كده بقى نتيجة العملية. ما قلتلوش ليه الموبايل؟ لا جابوا لي وجبة فوق بعد العملية على طول. والله؟ غيروا لي التيشيرت ودخلت يعني جنب السرير. حاجة من الحاجات كمان اللي بتحصل بعد العملية على طول، علشان أنا كنت صايم طول اليوم علشان خدت المخدر اللي هو الربع ساعة ده. بيجي لك وجبة في الأوضة تقريبا، يعني بتاكل على طول بعد المكان بيجيبوها لك بنفسهم. الوجبة خلصت كلتها يعني. يا جماعه واضح ان كريم مبسوط، بس هو لسانه تقيل في الكلام شويه، فانا هتكلم مكانه. قول لي يا كريم اللي انت عايزه او شاور لي وانا اقول لهم نفسك فيه. انا عارف ان انت عايز تاخد فرصتك قدام الكاميرا، انا ثانيه ولا دي ولا حاجه. قلت نفسي سمعت ان في شكوى في المركز هنا، في حد صوته عالي بيرن بالليل. دي 3 ادويه بيدوهم لك على طول بعدها. في دواء ضد التورم عشان في سوائل اللي موجوده في الدماغ ديت اللي هم حقنوها. السوائل دي المفروض بتحاول تخرج يا اما عن طريق الدماغ ورا طول ما انت دماغك كده، والورم بيحصل لو انت وطيت. فنصيحه بعد العمليه باول يوم او يومين او 3 تقريبا ما توطيش كتير. رقم 2 مضاد حيوي ضد الالتهابات وكل حاجه. رقم 3 لو حسيت بصداع او وجع باراسيتامول. من حوالي 2.5 أسبوع انا عملت عمليه زراعه الشعر، فده شعري حاليا. شعري بدأ يطلع. خلينا اعمل لكم زوم. طبعا هو بيطلع خفيف بس
الحته دي كانت فاضيه خالص. الشعر هنا بدا يطلع، الشعر اللي في النص اللي اتزرع بدا يطلع، والشعر اللي هنا بدا يطلع. السعر بتاع عمليه زراعه الشعر بيختلف منك انت كشخص لشخص تاني حسب هتزرع كام بصيله. هم عندهم عدد البصيلات او زراعه الشعر بيبدا بعدد بصيلات 500 بصيله ويوصل ل 5000 بصيله لزراعه الشعر او اللحيه. الاسعار بتبدا عندهم من 2500 يورو او دولار، يعني الفرق بيبقى بسيط جدا، ل 3200 دولار او يورو، طبعا بناء على عدد البصيلات والتقنيه المستخدمه. طبعا هتستخدم احسن تقنيه، هتستخدم النوم السيديشن اللي انا استخدمته، بجانب الحاجات اللي السعر بيشملها. يعني في شويه حاجات هرصها لكم دلوقتي، هم حوالي 4 حاجات مميزه بتاخدها في السعر، وفيهم حاجات مش موجوده في الاماكن التانيه في اسطنبول خالص، فكل ده بيشمل السعر كاملا. تعرف منين انت هتزرع كام عدد بصيله؟ هل هتروح الاول ويقولوا لك؟ لا، في لينك انا هسيبه لكم تحت. عن طريق اللينك ده انت هتقدر تعمل معاينه او كشف مجانا زيرو فلوس، مش هتدفع شيلن. دخل بياناتك عادي، انت ذكر انثى، الصلع اللي عندك هنا ولا ورا ولا قدام، ولا عايز تعمل دقنك بقاله كام سنه ومش عارف ايه والكلام ده، وفي الاخر بتبعت كام صوره ليك. كل دوت بيجي لك طبعا عن طريق الواتساب وكده، وبيجي لك المعاينه او السعر هتكلفك كام الرحله ديت وانت قاعد في بيتك، مش شرط تدفع. السعر شامل كل حاجه الا الطيران. طيب السعر بيشمل ايه؟ رقم 1 السعر بيشمل العمليه كامله مع العلاج اللي هتاخده او حقيبه العلاج، شنطه العلاج اللي هتاخدها. رقم 2 هجيلك ست دي علبه شياكه لسه جايه من المركز بتاع إليت هير بريبريشن. دي حاجه بتعملها بتستخدمه مره قبل العمليه باسبوع ومره قبل العمليه بيوم، بيساعد على نمو الشعر اللي هيتزرع دوت ب 30% اكتر من ان انت ما تستخدمش الست ده. ودي حاجه مميزه من إليت هير بس، مفيش اي مكان تاني في العالم بيبعت لك ست زي ده، مش موجود، لان اصلا اللي مخترعها او اللي مطورها هو دكتور عبد العزيز بنفسه. رقم 3 يعني الشعر طلع من فوق تقيل الحمد لله. دلوقتي انا بصرح اي تسريح انا نفسي فيها. هل انا انصح بعمليه زراعه الشعر؟ مليار في المية، مش مليون في المية. واللينك لو انت عايز تعمل زراعه الشعر وتاخد خصم، فانا هسيب لك لينك هيظهر تحت، يعني تحت الفيديو وفي اول كومنت. طيب ولو هنخش في التفاصيل وانا عملت ايه علشان احافظ على شعري يبقى بالشكل ده، وكل دوت بعد 5 شهور بس. انا عايز اقول لكم ان احنا لسه، بص انا بشد فيه اهو، هنا ما كانش فيه حاجه اصلا خالص، ما كانش فيه غير شويه قد كده في النص. رقم 3 السعر بيشمل VIP ترانسفير، مواصله من المطار لمكان الاقامه. Ciao my friend. حاجه VIP بالاخر كده، حاجه ليموزين جامده. الرقم 4 واجمد حاجه في الست ده كله مكان الاقامه. عاملين دورين كاملين في المركز نفسه بغرف فندقيه بمستوى 5 نجوم. ده منظر الغرفه عندي. كل ده شامل السعر. تقريبا هم بيحجزوا لك 3 ايام، فانت لو عايز تزود كام يوم تاني من عندك تقريبا الغرفه بيعملوها ب $60، يعني ارخص من اي مكان تاني هتاخده. رقم 5 ودي حاجه مهمه، وعلشان تعرفوا انا عملت ايه علشان شعري يفضل زي ما هو كده. فرقم واحد واللي انا فعلا عملته، مشيت على التعليمات بتاعتهم بالظبط. الحاجة رقم 2 ما كنتش بغسل شعري تقريبا، يعني اكتر عدد مرات غسلت فيه شعري كان 2 ل 3 في الاسبوع بس. حتى ما بتدخل تستحمى بله خفيفة قوي، يعني انا كنت بستحمى الحمد لله كل يوم، ولكن ابل شعري 2 3 في الاسبوع بس. والكلام دوت يعني حتى بعد العملية بفترة كبيرة جدا علشان تحافظ على الشعر انه ما يقعش. رقم 5 ودي حاجة مهمة، حقن البلازما او PRP ثيرابي، يعني علاج PRP. علاج PRP ده باختصار كده بياخدوا الدم بتاعك يفصلوا البلازما اللي فيه، البلازما دي المسؤولة عن تغذية الشعر، وبعد كده يحطوا لك البلازما دي في دماغك. PRP ثيرابي ديت موجودة هنا في المانيا، المرة الواحدة $1000 او 1000 يورو، فانت دي هتاخدها مجانا يوم العملية. بتاخدها ما بتاخدش بالظبط 2 3. ونيجي لاخر نقطة في السعر. السعر بيشمل كمان متابعة افتر كير بعد العملية لمدة سنة كاملة، بيتواصل معاك حد على الواتساب، عندك اي سؤال تقدر تسأله، بجانب ضمان جارانتي لمدة 30 سنة. هي الجارانتي لحضرتك لمدة 30 سنة. شرطنا قلت لك انه تتواصل مع الافتر كير بالسنة الكاملة مرة بالشهر، يعني كل شهر مرة مع الافتر كير تبعت له صور المنطقة المزروعة والمنطقة المانية. ولكن لو انت قادر تعمل عملية زراعة الشعر فانا انصحك بيها. العملية آمنة جدا. المفروض بعد ما بتشيل القشرة، في قشرة بتتكون هنا بس كأنها قشرة تعوير، يعني بتشيلها بالشامبو واللوشن كده بعد 10 ايام، فبيظهر لك بقى بواقي الشعر ويبدا يكبر واحده واحده لمده 3 شهور، هيزيد بكثافه وينمو بكثافه 10% بس. وبعد كده الشعر اللي اتزرع دوت يقع تاني، مش الخصله مش الجذر اللي هيقع، ولكن الشعر نفسه اللي فوق دوت هيقع، لانه اتنقل من هنا ومن هنا وفضل بره مثلا بتاع 2 3 في محلول. فالعوامل دي كلها بتاثر طبعا على الشعريه نفسها، فالشعريه بتقع. كل دوت هيحصل في خلال ال3 شهور الاولى. وقعان الشعر اللي بيقع ده هم بيقولوا لك ما تقلقش منه، لان في ناس طبعا بتيجي ايه ده الشعر وقع انا دفعت فلوس على الفاضي مش عارف. لا، ده الطبيعي. بعد ما تقع هيبدا بقى الشعر ينمو نمو طبيعي جدا جدا جدا، وتشوف النتيجه كامله بعد مرور 6 شهور لسنه.
صدقني مش هتندم خالص. انا ده مكان واثق فيه جدا، يعني واثق فيه بطريقه رهيبه جدا. هسيب لكم زي ما قلت لكم اللينك تحت في اول كومنت، او هتلاقوه حتى تحت الفيديو على الفيسبوك، هحطه برده في اول كومنت. خش اعمل استشاره مجانيه ومش هتندم بجد. مش من اجمد المراكز بتاعت زراعه شعر في تركيا، لا هو اجمد مركز واكبر كده مركز زراعه شعر في تركيا وفي المانيا وقريب في الامارات وفي الكويت كمان. ودي النتيجه بعد مرور سنه بالظبط، يعني من شهر 5 2023 لشهر 5 2024 انا عدى على شعري تقريبا سنه بالظبط. دي نتيجه العمليه. انا ما حلقتش شعري خالص غير الجناب وشويه اللي في النص اللي هم مش مزروعين، دول حلقتهم بعد ما تميت ال3 شهور علشان يبقى كل اللي فوق نفس المقاس، ولكن الشعر المزروع نفسه ما حلقتوش. طبعا في واحد يقول لك انت ايه جايب الشعر كله على قدام علشان يبان انه كبير. نفس الخط اللي كان مرسوم لي نتيجه العمليه. ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله. مش عايز احسد نفسي زي ما هو. طبعا مفيش افضل من ان انا اقيم النتيجه بتاعت زراعه الشعر، ولكن انا جيت إليت هير مخصوص علشان دكتور عبد العزيز بلوي هو بنفسه اللي يقيم نتيجه زراعه الشعر، واساله كام سؤال كده عن الشعر الاصلي وانظامه والكلام ده كله. انا ابتديت اصور يا خالد. هو مين ده؟ ما بتضيعش وقت خالص. ازي حضرتك؟ عامل ايه يا عمر؟ الحمد لله تمام. اتفضل. ايه اخبارك؟ والله وحشني. حبيب قلبي والله العظيم وحشني جدا. اول شيء نشيك على المنطقه المانحه. ممكن تنزل راسك شوي لو سمحت. المانحه ما شاء الله كتير حلوه متناسقه. شايف هون في شفافيه خفيفه هون، شايفه؟ هي الشفافيه هي اللي اعطتك النتيجه الطبيعيه 100%. انا بقدر هون كنت احط لك مولتي جرافتس واخلي انه اذا بتحط فلاش ما يبين ارض راسك. تمام. ولكن كانت صارت نتيجه فيك. كان بانت النظره فعلا. ليش؟ فعلا هي الشفافيه هي هون هي الحرفيه، انه تعطي كثافه مع شفافيه. عرفت كيف؟ بتصير وين؟ بانتقاء البصيلات، انك تنتقي بصيلات صح للاول 4-5 خطوط، هي مسميها الفرونت هير لاين، نصف سنتي للسنتي، هي الفرونت هير لاين. تختار لها بصيلات قويه وان كانت مولتي تكون ناعمه. فنحن في عندنا شروط للبصيلات. هي عم هون خلال عمليه فرز البصيلات، اذا بتفرز البصيلات صح تزرعهم صح تعطيك كثافه مع شفافيه خفيفه. نيجي للسؤال الاولاني، ده سؤال شخصي. فحضرتك هو بعد مرور سنه و3 شهور، هل تعتقد انا محتاج جلسه ثاني؟ هلا مليون بالمية. مليون بالمية. ده تمام. من هون ل10 سنين. لا السلام عليكم. سلام يا دكتور. حبيبي قلبي. كده نكون خلصنا تقييم الدكتور عبد العزيز. طبعا اكيد انتوا شفتوا الاضاءه حلوه اهو، وان شاء الله بعد مرور سنه من العمليه يطلع لك نتيجه باذن الله زيه واحسن كمان بكتير قوي.